السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتتبعين عائلة قناة إيمان ستيبل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر حلوة ليزيبونج، كتجي هشيشة ورائعة شكلا ومذاقا. والآن غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندي إناء كندير فيه 150 غرام أبيض البيض، وكنضيف عليه قبصة الملح. المهم كناخد الطراب الكهربائي وكنبدا نطرب تدريجيا، يعني من واحد وانا طالعه حتى كنوصل لاعلى رقم عندي في الطراب. هاد النصيحه باش ما يخسرش ابيض البيض وكيميه الا وقفنا التطراب. كنستمر في التطراب كما كيتبين لكم في الفيديو. وفي هاد الاثناء غادي نبدا نضيف سكر سنيده 25 غرام على 3 دفعات كما كيتوضح لكم في الفيديو، مع الاستمرار في التطراب. ما كنوقفش يدي من التطراب. هنا عندي معلقه صغيره ديال فاني بودره نوعيه جيده. هذه هي النوعيه ديالو الناس اللي غادي يسولوني عليه. المهم هنا راه عيات عليا يدي وكنحاول نسارحها بالايد الاخرى باش ما نوقفش التطراب. كنزيد في مستوى السرعه وكنبقى نطرب حتى كيولي بحال الثلج كما كيتوضح لكم في الفيديو، حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. ملاحظه بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه يقدروا يستعملوها، حيتاش غادي يخدموا بها مزيان احسن من الطراب الكهربائي. حيت كما كيتبين لكم في الفيديو انا كنبقى نبدل ايد اليمنى مع الايد اليسرى باش ما نوقفش التطراب. من بعد كناخد النواشف 125 غرام سكر كلاصي نوعيه جيده، كنغربل مزيان باش ما يبقاش فيه الكويرات كما كيتوضح لكم في الفيديو. وغادي ناخد 125 غرام بودرة اللوز، كتباع في المحلات اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. حتى هي كنغربلها باش ما يبقاوش فيها حتى هي الكويرات. كنخلط النواشف مزيان كما كيتوضح لكم. وفي هذه الاثناء كناخد ابيض البيض اللي وجدت من قبل وكنبدا نضيف عليه النواشف اللي غربلت. كنتمنى يكون الفيديو واضح. كنضيف النواشف على دفعات وكنخلط على هذه الطريقه على شكل دائري باش ما يطيحش البيض. كنستمر في نفس العمليه حتى كنكمل النواشف كلهم بهذه الطريقه.
كناخد واحد الجيب الحلواني وواحد الدوية رقيقة. المهم كل شي موضح في الفيديو. كنستعن بواحد الغراف باش نثبت الجيب الحلواني بهاد الطريقة ونفرغ الخليط براحتي. كنجمع بهاد الطريقة وكنوضعو على جنب. كناخد اللاطة ونفرج فيها ورق الطبخ. هنا ما بغاش يتبت ليا ورق الطبخ، لكن كنستعن برشاشة فيها الماء كما كيتوضح لكم في الفيديو باش نثبت الورق. وهنا عندي نشا وواحد القرص، القطر ديالو 4.5 سنتيم. كنطراسيهم باش يجيوني نفس القياس. وهنا غادي نبدا نوضع في الخليط اللي درت في الجيب الحلواني بهاد الطريقة وسط الدوائر اللي درت بالنشا. عندي 200 غرام ديال اللوز كونكاسي كنرشو فوق من العجين بهاد الطريقة. كنبقى نصوص اللاطة غير بشوية باش نحيد الزوائد ديال اللوز، غير بشوية حتى نخلي اللاطة ديالي ما فيها حتى شي حبة ديال اللوز كونكاسي باش ما يتحرقش لينا. هنا قصت واحد القطعة بايدي، ولكن مبغيتش نمسح المقطع باش تشوفوا يعني راه صلحتها باللوز صافي مبقاش باين فيها العيب. غير بشويه وبالخاطر حتى كنكمل كلشي ما كتبقى عندي حتى شي حبه ديال اللوز. غادي ندخل لاطه للفرن مسخن من قبل، وملي نبغي نحطها في الفرن كنقص النار نخليها مهيله. هنا جيت كنظف البلاصه اللي كنخدم فيها
غادي نكمل العجين اللي تبقى ليا بنفس الطريقة. هنا الحلوى ما نحيدوها من الورق حتى كتبرد تماما، حيت هشيشه وكتهرس، ونقدروا نخليوها حتى لساعتين حتى ل3 سوايع حتى كتبرد تماما. صافي وغادي نحيدوها بشويه بالخاطر. هنا غادي نستعن بواحد السباتيول على هذا الشكل، صافي حتى كنحيدهم كاملين من الورق. انا الا بقى لي هاد الزوائد هادو كنمسحهم باش ما تخسرش ليا الحلوى. شتي راهي كتحيد بسهوله. كتجي زوينه ما شاء الله ومحمره وهشيشه، خاصها غير ما تحمرش بزاف. هنا غادي نبدا نمونطي فيها. كنستف على هاد الطريقه هادي، كندير وحده على الوجه ووحده على الظهر باش يجيني ساهل المونتاج ديالها. كلشي موضح لكم في الفيديو. هذه الكناش اللي كنت حضرت معكم من قبل، واحد لابوش، واحد لادوي اولا الجيب الحلواني والدويه. صافي وكنفرغ بنفس الطريقه اللي فرغت بها الخليط ديال لي زيبونج. واحد الملاحظه، الا جمدت لكم الكناش يمكن لكم تسخنوها في حمام مريم غير تذوب واحد شويه. انا هنا جمدت ليا حيتاش الجو بارد، ولكن صافي واحد شويه صافي سخنات. صافي هي غير مع الاستعمال ديال الليد صافي كتسخن. انا استعنت عاوتاني بهذيك السباتيول صافي، وكنخدم بهذه الطريقه كما كيتوضح لكم في الفيديو. كنحط الكناش فوق من قطعه وكنعاود نسد بقطعه واحده اخرى. انا هنا نعاود سخنت الكناش حيتاش جمدات كما قلت لكم مع الجو بارد. صافي كنستمر حتى كنكمل القطع ديالي كاملين. في هذا الأثناء كنبغي نشكركم واحد واحد بدون استثناء على دعمكم المتواصل، وما تبخلوش عليا باللايكات وتعاليقكم الزوينة بحال قلوبكم، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم. وشكرا على المشاهدة، الى ان القاكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. وعواشر مبروكة، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة.